أنا كنت مفكر إن الصيام ده مجرد عبادة ودينا أهو بنصوم على صايمين كل سنة وخلاص، ولكن اكتشفت حاجة مهمة جدا وهي إن الصيام ليه أركان، وأي اختلاف في الأركان دي بيؤدي إلى إبطال الصوم. عشان كده النهاردة قررت إن أشرح لكم السبع حاجات اللي بتبطل الصيام وتوجب عليك القضاء، وآخر واحد فيهم لغم خطير جدا لو وقعت فيه بالخطأ العلماء اختلفوا في حكمه، فركز معايا في الفيديو ده عشان مجهودك ما يروحش هدر. أول حاجة من مبطلات الصيام الأكل والشرب عمدا. طبعا هنا بتكلم عن الأكل والشرب وأنت فاكر إنك صايم، ده بيبطل الصيام فورا، ولكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انك لو نسيت واكلت او شربت، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحته دي فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وهنا الحكم ده في صيام التطوع وصيام رمضان، الاثنين زي بعض، صيامك صحيح عادي جدا وكمل يومك مفيش اي مشكله. رقم اتنين وهي مهمه قوي فمحتاجه منك انك تركز، الاكل والشرب عمدا ظنا. بمعنى مثلا انك لو افطرت وفاكر ان المغرب اذن وطلع لسه ما اذنش، او اتسحرت وفاكر ان الفجر لسه ما اذنش واكتشفت ان الفجر اذن، هنا في رايين. جمهور العلماء في النقطه دي بيقول لك انك لازم تقضي اليوم، ولكن في رأي تاني في المسألة دي وهو الرأي الراجح، وهو رأي إسحاق بن حزم، وهو إن صيامك صحيح ومفيش قضاء، وده بسبب إنك ما خيبتش قصدك، يعني ما كنتش أصلا قاصد إنك تعمل حاجة زي كده. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. واكتشفت كمان حاجة غريبة جدا، إن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا في يوم غيب، يعني كانت الدنيا مغيمة مش معروف الفجر طلع ولا لسه، وفجأة أول ما الجو بقى صافي لقوا الشمس بدأت تطلع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهمش بالقضاء في الحالة دي. رقم ثلاثة من مبطلات الصيام تعمد القيء. لو غلبك القيء غصب عنك ففي الحاله دي صيامك صحيح. وسوري يعني في اللي هقوله، القيء معناه انك ترجع، بس عشان الناس اللي مش فاهمه يعني ايه قيء. لكن لو انت اللي تقيأت عمدا بانك مثلا حطيت صباعك في بقك لحد ما تقيأت ففي الحاله دي صيامك باطل وعليك القضاء. اربعه الحيض والنفاس. ومجرد خروج الدم في اي لحظه في النهار حتى لو قبل المغرب بدقيقه فسد الصوم باجماع العلماء ويجب القضاء. خمسه وهو الاستمناء، وهو تعمد اخراج المني ولكن باي وسيله تانية غير الجماع. طبعا يفسد الصوم عند جمهور العلماء ويجب عليك القضاء لانك في الحاله دي ما مسكتش الشهوه. رقم ستة الردة عن الإسلام. طبعا الخروج عن الدين في نهار رمضان بيفسد الصوم، يعني ما تقنعنيش انك كفرت بالله عز وجل، لو عايز كمان ان صيامك يبقى صحيح ما تبقاش رجع. رقم سبعة وده أهم حاجة، وده اللغم الخفي اللي قلت لك عليه في أول الحلقة، ومهم جدا انك تخلي بالك منه. لو نويت الفطر بجزم وانت صايم حتى لو ما أكلتش أو شربت صيامك بطل. نعم، يعني انا لو حطيت في بالي كده ان انا مثلا قررت اني افطر وخلاص نويت النيه وقررت وعزمت اني افطر، صيامي بطل في الحته دي؟ اكيد طبعا صيامي بطل، لان الصيام عباده والنيه ركن في هذه العباده، لو اختل ركن من اركان هذه العباده تبطل على طول. دي حاجه بديهيه مش محتاجه ان انا اشرحها. زي مثلا لما تكون مثلا بتصلي العصر وفجاه تنوي انك تخرج من الصلاه ولكن انت مكمل وواقف، ولكن نويت انك تخرج من الصلاه، في الحاله دي صلاتك باطله، لان في ركن من اركان الصلاه هنا اختل الا وهو النيه، والنيه ركن من اركان العباده، لو قطعت النيه انقطعت العباده. السبع حاجات اللي كلمتك عليهم النهارده دول هم حدود الله في الصيام، فمن صان عهده مع الله حفظ الله له اجره، فكن لحدوده راعيا ولعهده وافيا تنل من الثواب مقاما عاليا. استنى منكم انكم تكتبوا لي في الكومنتات السبع حاجات دول بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان اتاكد ان انتوا خلاص حفظتوهم فما توقعوش فيهم في يوم من الايام. اعمل لي فولو عشان تعرف كل يوم معلومه جديده عن رمضان، وما تنساش اللايك والشير والمنشن عشان تشاركني في الاجر والثواب. انا عبد الرحمن الله، نستنون في حلقه بكره ان شاء الله، ورمضان كريم.